ملخصنا النهاردة بيبدأ مع محمد، موظف بسيط في شركة اتصالات، مرتبه على قده، بيفضل طول الشهر يعافر عشان يحقق التارجت عشان ما يتخصمش منه. بس عنده موهبة وهي كتابة القصص، ونفسه حد من المشاهير يقرأ له فيلم ويشتريه منه. بالفعل بيقدر يجيب نمرة محمد العدل وبيتصل بيه على أساس إنه من شركة الاتصالات وإن في مشكلة في خطه هو حلها له، ومحمد العدل بيشكره. وساعتها محمد بينتهز الفرصة وبيقول له إنه مؤلف وعنده فيلم قصته حلوة. وساعتها محمد العدل بيقول له طيب أعديها بكرة على المكتب وأنا هبقى أقراها. وبيرد عليه محمد في ساعتها بينتهز الفرصة وعايز يحكي له على الفيلم، ويفضل يحكي له قصة الفيلم في التليفون. وفي الآخر بيكتشف إن محمد العدل قفل السكة في وشه. ده طبيعي يعني. وبعد ما بيخلص المكالمة بيلاقي عميل قدامه بيسأله وبيقول له عندكم كفرات موبايل. وبعد ما محمد بيستوعب اللي حصل بيقول له احنا هنا شركة اتصالات، في محل موبايلات في آخر الشارع، اشتري منه كفرات موبايل. وبعدين العميل وهو ماشي بيقول له الفيلم وحش على فكرة. وبيخرج محمد من شغله بعد ما بيخلص الشيفت بتاعه وبيعدي على ماكينة ATM علشان يقبض مرتبه، لكن للأسف المرتب بيكون لسه منزلش. وواضح ان محمد مقشفر جدا على الاخر ومستني المرتب ينزل بفارغ الصبر. واول ما بيرجع على البيت علشان يستريح بيلاقي شروق مراته مستنياه وبتقول له يلا عشان نلحق. بيقول لها نلحق ايه؟ بتقول له نلحق نجيب حاجات الشهر من السوبر ماركت، لكنه بيعتذر لها لان مرتبه منزلش وبيطلب منها تأجل المشوار ده لبكره. لكن شروق بتقول له ان هي مرتبها نزل وبتاخده بيشتروا الحاجات من السوبر ماركت من مرتبها لحد ما مرتبه ينزل. لحد كده كويس، اهو ايد على ايد بتساعد. وبالفعل بيروحوا السوبر ماركت ومحمد بيختار نوع جبنة رخيص، لكن مراته بتقول له لا، ان الجبنة دي نوعها نباتي الدهن ومضرة بالصحة وبتجيب تصلب شرايين، وبتشتري نوع جبنة تانية بضعف تمن الجبنة الاولى. ومحمد بيكون معترض وشايف ان كله اكل وخلاص، والامراض كده كده جاية، اذا ما كانش من الاكل اكيد من الشغل وضغوط الحياة. وهنا بنلاحظ ان محمد مش بيمثل نفسه، محمد بيمثل شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري اللي مرتبه يدوب بيكفيه يشتري حاجة مضرة بالصحة عشان يعيش شوية زيادة يشتغل فيهم وياخد مرتب اللي مش بيكفيه. وده المرتب اللي مش هيكفيه عمره انه يرتقي بحياته لدرجة انه يختار ياكل ايه وما ياكلش ايه. وده اللي بيحصل مع اغلب الموظفين. اول ما بيقبضوا مرتباتهم بيروحوا السوبر ماركت يملوا العربية ببضاعة وحاجات على اساس انه هتكفيهم لاخر الشهر، لكن اللي بيحصل ان في نص الشهر الحاجات دي بتخلص. وساعتها لو لقوا نوع جبنة ارضى من نبات الدهن حتى لو كلاب الدهن هيشتروها.